عمرك شُفت أرضية معمولة بالشكل ده؟ الأرضية دي موجودة بس في أستراليا، الموضوع ده بقى ترند حقيقي، بينما أغلب دول العالم لسه بتركب السيراميك أو الخشب بنفس الطريقة اللي اتعملت من 50 سنة. أستراليا سبقونا بخطوة. الطريقة دي اسمها فن الأرضيات بالإيبوكسي الغامر، وهي من أبهر طرق الأرضيات الموجودة حاليًا. الفكرة بسيطة، لكن التنفيذ محتاج شغل فنان. بيحولوا الأرضية لمشهد طبيعي كامل. في الأول بيحطوا جذوع خشب طبيعية، وأحيانًا أجزاء كاملة من جذع شجرة، وكل قطعة بتتحط في مكانها بالملي. بعد كده بيضيفوا حجارة وزلط ورمل وعناصر طبيعية تانية عشان يبنوا الشكل النهائي. وفي صناعية بيوصلوها لمستوى أعلى كمان، بينحتوا تجويفات عميقة في الخرسانة عشان يعملوا عمق وأشكال غير منتظمة وإحساس ثلاثي الأبعاد. ولما المشهد يجهز بيصبوا طبقات متعددة من إيبوكسي شفاف جدا. الإيبوكسي بيلف حوالين الخشب ويروح على كل الحواف ويملى أي فراغ ويثبت كل تفصيلة في مكانها للأبد. وفي الآخر تحس إنك ماشي فوق قطعة فن ثلاثية الأبعاد، أرضية معمولة مخصوص، شديدة التحمل، وحاجة نادرة جدا إنك تشوفها. هل في عندنا صناعية بيعملوا الشغل ده؟ منشنهم في الكومنتات. وأخيرا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير وتابعني وانتظر المزيد. شكرا.